في أوقات كتير بنحس إن إحنا محرجين أوي إننا مثلًا عرضنا حاجة أحيانًا كده بنبقى عايزين نبيع حاجة عندنا جبناها ومش نافعة معانا، جبناها وطلعت صغيرة، طلعت كبيرة، طلعت اللي مش في دماغنا، فخلاص قُلنا هنستغنى عنها، هنبيعها لأي حد، صديق، قريب، أيًا كان. فلمّا أعرضها عليه يقول لي: "لا والله مش محتاجها." فاتحرج أوي، أقول ياه! يا ريتني ما عرضتها عليه، يا ريتني ما قُلت له، شكلي وِحِش أوي. أو مثلًا أبقى عايزة حاجة من حد أو اقترحت مطعم أو مكان أو حد بيخدم حد في حاجة، بيساعده في حاجة مثلًا، فالشخص ده طلع مش أهل ثقة أو المكان طلع مش حلو أو المطعم طلع أكله مش حلو، فأتضايق أوي لمّا اللي اقترحت عليه كده ييجي يقول لي: "يا عم ده طلع أي كلام، ده طلع وِحِش، ده عمل فيّا كذا." حاجات كتير ومواقف كتير شبه كده بنتحرج منها أو بنزعل أو بناخدها على قلبنا أوي كده. دي حاجة كده في علم النفس اسمها الشخصنة، إن إحنا مواقف كتير أوي في حياتنا بناخدها بشكل شخصي، مع إن هي ما لهاش أي علاقة بشخصيتنا. أنا لمّا باعرض حاجة على حد وهو مش بيوافق عليها، هو مش موجه ده الرفض ده مش لشخصي أنا، ولكن فعلًا هو مش عايز الشيء اللي أنا باعرضه عليه ده. لمّا باقترح حاجة على حد ومطعم أو أيًا كان وما بيعجبوش، برضه ما بيبقاش موجه لشخصي أنا، ولا مطلوب مني إن أنا أحس بالذنب. أنا مجرد حاولت أساعد وعرضت عليه شيء، كان هو بقى يسأل، يجرب، ده الطبيعي. وهكذا. أشياء كتير أوي في حياتنا بتسبب لنا إحراج أو بتسبب لنا حزن، كتير بنقعد يومين و3 و4 زعلانين من موقف ما، لإننا شايفينه إن هو موجه لينا إحنا كأشخاص، وفي الواقع إن لأ، هو بيبقى موجه للشيء نفسه. فنبطّل شخصنة شوية وما ناخدش كل حاجة إن هي موجهة لينا إحنا كأشخاص، ولكن ندّيها حقها ونعرف إن هي موجهة للموقف بصفة عامة. الرفض أو الزعل أو الكلام بيبقى على الموقف، على الشيء، مش عليّا أنا. دي هتفرق معانا أوي في راحتنا النفسية.